السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يعني تاني يوم رمضان وعندنا ماتشين، لكن كان فيهم مفاجأة صارخة بصراحة. هزيمة النادي الأهلي من البنك الأهلي متزايل الجدول كام 4-3. طبعا نتيجة صعبة جدا ومهينة جدا النادي الأهلي، خصوصا انه من أيام كان بيحتفل بفوزه على نادي الزمالك وحصوله على كأس مصر. هزيمة نادي الزمالك من الجونة في الجونة، وربما يكون هذا الشيء يعني بصراحة على نظام نادي الزمالك طبيعي. حتى يعني هزيمة نادي الأهلي يعني ربما تكون هو شيء طبيعي، لأن النادي الأهلي أنا قلت في فيديو قبل كده إنه يعني بيصار لما يتهزم، يعني هو مغلوب لا تاني مباراة بتاخد مباراة أحسن حاجة منه. لكن لما بيبقى فايز بقى ايه بيبدأ في مرحلة الثقة والتهاون. وده اللي شفناه. نادي الزمالك لا بيتأثر نفسيا، كان زي الزفت النهارده طبعا تماما. وهنتكلم طبعا عن الكوارث بتاعة جوميز، يعني بصراحة اللي اعتقد انه خلاص العلاقة بينه وبين الجماهير في هذه المباراة بالذات، لا خلاص العلاقة سائد جدا. يمكن المباراة اللي فاتت الناس اللي بتفهم كرة هتعرف ان جوميز كان كويس واتكلمنا عنه رغم الهزيمة كان كويس. لكن النهارده لا، في هقول لكم على حاجات صعبة جدا. طيب بالنسبة للنادي الأهلي، المشكلة مش في انه يتعادل او يتزن، المشكلة ان الهزيمة بالاربعة بصراحة صعبة ومن فريق يعني بيعاني من الهبوط. دي هي المصيبة وهي الكارثة، انك انت بتغلب نتيجة اربعة، دي نتيجة تقيلة جدا جدا على النادي الاهلي طبعا يعني، وخصوصا بعد الفوز حاجة كده ايه متلخبطة. لكن بصراحة بالنسبة لقناتنا وشرحنا مش متلخبطة ولا حاجة، لأن النادي الأهلي كان المفروض يتغلب في ماتش الكاس، والنادي الأهلي أدى مباريات سيئة جدا. يمكن ماشي الكرة هتخدمك، لكن شوف الكرة خدمت النادي الأهلي في عدة مباريات، كذا مباراة كان بيلعبهم بشكل سيء وفرص وبتاع، ولكن جت في مباراة واحدة وجمعت النادي الأهلي كل حاجة. هو كولر بيقول إن أسوأ مباراة من سنة ونص دفاعيا، لا هو عشان الأهداف جت. طب ما كان ممكن أي مباراة من المباريات اللي فاتت دي بما فيهم مباراة نادي الزمالك، أنت لو كان موفق في كورة واتنين ممكن كنت شلت برضه. وكان أدائك سيء. للأسف الشديد نحن قصة إني أنا برفع فيك في الفوز وبس ومش بقيم الأداء، دي مشكلة كبيرة عندي. أنا لازم أقيمك كأداء، لو لعبت أداء كويس وعملت اللي عليك وكان حظك سيء مش مشكلة أنت عملت. لكن للأسف الشديد نحن محدش يتكلم مع كولر خالص عن أسوأ 85 دقيقة لعبهم أمام الزمالك في مباراة نهائي الكاس. طيب بالنسبة للمباريات اللي قبليها كان في مباريات كانت مباراة بلوزداد كانت سيئة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي وطلع بالتعادل، المباراة اللي وراها وهكذا. إذا لازم تعرف إن الكرة مش هتخدمك على طول، يعني مش هتلاقي كل كرة تبص تلاقيها بره 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 وانت أي كرة تجيبها، لا لازم افكر اني انا لازم اتعب ولازم اشتغل ولازم يبقى ادائي افضل حاجة. انا ما شايفش مشكلة كبيرة بالنسبة للتشكيل. هو اضطر العمر كمال انه يلعب في هذا المكان، وعمر كمال خلي بالك بيلعب جناح، انه ممكن يلعب جناح يمين بدل كريم فؤاد كده. تمام، اما يلعب في الحتة دي طبعا اول مرة يلعب فيها وصعبة جدا. وغير كده تشكيل النادي الاهلي عادي جدا، يعني تتكلم عن لخبطة لا مفيش لخبطة، رضا سليم وكريم فؤاد والتاني يعني مروان قفشه امام عاشور دخل بالتشكيل الاساسي الرئيسي مفيش. يعني انت بتتكلم عن اذا كان رضا سليم ما انت ده لاعب محترف. بتكلم عن كريم فؤاد افضل طبعا برسا. هي القصة ان النادي الاهلي النهاردة لا الكرة عاقبته، الكرة بدأت يعني ايه ما انا مش هخدمك على طول، فانت ما فيش شغل لا دفاعي ولا هجومي بالدرجة الكبيرة. يعني طبعا هي المشكلة زي ما قلت لكم ان الهزيمة يعني قاسية، مش يعني 1-0 او 2-0 او 1-0 او يعني 2-1 او نتيجة بسيطة او تعادل. وحتى كان التعادل بالنسبة لنشوة النادي الاهلي كانت هتبقى مش مقبولة. ده ركام للأداء السيء المباريات اللي فاتت. يعني اللي حصل النهارده انذار ان لازم تشتغل، لازم تخدم نفسك بنفسك، لازم ما يبقاش في اخطاء دفاعيه، لازم يبقى في ضغط هجومي. ولازم يبقى في يعني عمل، ولازم يبقى في احترام المنافس
تماما. انا عارف يعني ممكن يكون في تريح لبعض اللعيبه، يعني انا بصراحه التشكيل ما عنديش مشكله بالنسبه للتشكيل نهائيا. انت ما عندكش حد يلعب مع رامي ربيعه في الدفاع في اصابات، وبالتالي التشكيل ما كانش فيه اي مشكله. يعني تخيل النادي الاهلي ومصطفى شوبير ما دخلش فيه غير كرة واحدة ضربة جزاء، النهارده 4 أهداف مرة واحدة. لأن زي ما قلت لك مش كل مرة، لأن مصطفى شوبير كان عليه كرات كتيرة يعني أغلبها ما يعني كان بعيد من المرمى. طيب بالنسبة لنادي الزمالك أنت بتتكلم عن كوارث. يعني نادي الزمالك لا، أنت بتتكلم عن كوارث. لعبت المباراة اللي فاتت وبطلك بالنسبة لماتش الكاس. المفروض انت هتبتدي بقى من حيث انتهيت. يعني انت لعبت كويس. ايه التشكيل 7 8 لعيبة تغيير؟ ده كارثة. احنا بنتكلم كارثة اسوريو. انت ازاي يعني بتلعب في هذا التشكيل بهذا الشكل الرهيب الفظيع؟ تغيير الحراس، مرة تحط الحارس ده ويفقد الثقة الحارس ما بين هذا الحارس وما بين هذا الحارس. لازم يبقى في ثبات. نحن حارس واحد، يعني يا محمد صبحي يا محمد عواد. اعتقد عواد هو الأثبت والأفضل. وكان أنا قلت لكم بالنسبة للأهداف اللي جت في مباراة النادي الأهلي ملوش ذنب فيها إطلاقا. بدلك. هاي إذا تكلمت عن شوف الكوارث بقى. محمود علاء واحد من أسوأ اللاعبين، يعني مدافع سيء جدا جدا جدا. النادي الأهلي النادي الزمالك يعني مش عارف يعني مصر، ولاعب هيلعب مع بيراميدز بعد كده. وهو فين اللاعب الجديد؟ يعني فين ياسر حمد؟ او فين اللاعب؟ فين اللعيبه؟ فين المدافع؟ فين حسام عبد المجيد؟ طيب مصاب. ما انا ممكن الاعب ياسر حمد الجديد فين؟ فين الصفقات الجديده اللي انت بتلعب بها لما تلاعب روجا؟ روجا اللي هو لاعب يعني ما عندهوش ابداع. لاعب بقى كل قصته ان هو مبسوط انه بيلعب في نادي الزمالك، لا يرتقي انه يلعب في اي نادي في الدوري. يلعب الماتش كله روجا وبعد كده شيكابالا. يعني كل الصفقات اللي جبتها وبتلاعب واحد 38 39 سنة مباراة كاملة، بدل ما ياخد جزء من المباراة ويبقى مجهوده قوي في جزء معين ويفرق. هو فرق النهارده لعب، يعني عمل اسيست وعمل بعض الكرات، لكن انا ما ادهوش مباراة كاملة. وبالتالي النواحي الدفاعية عنده طبعا مش موجودة تماما. لا تشكيلة سيئة جدا. ايه اللعب في التشكيل ده؟ يعني انت بتتكلم عن تشكيل كل مباراة بتشكيلة غريبة جديدة. احنا قلنا من اساسيات الفريق القوي ثبات التشكيل. من حيث انتهيت ابتدي اثبت التشكيل حتى ولا اللعيبة على كده. بس في لعيبة يعني ان الناس اللي مع المدرب لازم تعرف ان في لعيبه لا تصلح للعب كره القدم. محمود علاء ده كارثه ومصيبه. ده الهدف الاول، شفت الهدف الاول وهو ضامم على احمد حمدي. يعني احمد حمدي الكره عنده في نص الملعب، هو جاي مندفع، الكره دخل. طبعا يعني اي غلطه بتاثر في المباراه. وهو كثير الاخطاء. طول ما محمود علاء موجود هتلاقي اهداف وهتلاقي خطوره وتلاقي كوارث. روجا يبقى انت بتفقد لاعب يعني في نص الملعب، لا بيعرف يسدد ولا بيعرف يزفت ولا بيعرف يعمل حاجه في الملعب نهائيا. شيكابالا انا ما اقدرش، يعني لاعب ازاي تحرك بيبان انه ما يقدرش يجاري لاعب ولا يرجع يدافع ولا. يعني انا بلعبه جزء من المباراه استمتع بمهاراته استمتع تمام. لكن انا بعتمد على لاعب بهذا الشكل بهذا السن مباراة كاملة وروجا مباراة محمود علاء وينزل بأوباما تاني. ويعني نادي الزمالك عنده كوارث. فين اللعيبة؟ فين اللعيبة؟ نادي الزمالك ما شافش اللعيبة اللي عنده اطلاقا اطلاقا، ما شافش اللعيبة. يعني مباراة في المتناول، مباراة كانت سهلة جدا بيخسرها بطريقة غريبة وبأخطاء رهيبة. ويعني ما فيش شغل. يعني قبل ما يجيب الهدف اللي هو الثاني نادي الجونة كان مضيع 3 4 أهداف. يعني مضيع أهداف كتيرة جدا وكل ده وما فيش برضه تركيز للمدافعين. كوارث وأخطاء رهيبة سواء في نادي الأهلي أو نادي الزمالك. على فكرة نادي الزمالك واحدة من أسوأ مباراته. يعني أسوأ حاجة عملها جوميز حتى الآن. هو كان مظلوم في مباريات كتير، يعني اتظلم في مباراة الإسماعيلي وكان يستحق الفوز، اتظلم في المباراة اللي فاتت وكان يعني أداؤه كان جيد رغم إنه ما حققش حاجة. يعني كان يخسر نقاط وخسر البطولة، لكن بدأ هنا في تشكيل في منتهى السوء.
ما عندوش ثقة باختياراته ولا بنفسه. ده هيدخلك في دوامة كبيرة جدا. جوميز كده بيمشي على الطريق الخاطئ بالنسبة لمسيرته مع نادي الزمالك بصراحة، خلاص. وهيبتدي يخبط تاني، وهيبتدي طبعا يلعب بتشكيلة مختلفة تاني، تمام، ويبتدي يتغلب وهكذا. انتهى. لو انه بدأ بتشكيلة ثابتة، يعني تشكيلة زي المباراة اللي فاتت، وبدأ يصلح أخطاءه سواء من الناحية الدفاعية أو الناحية الهجومية، ويبتدي يعرف اللاعب اللي هو مش هيفيده، يبقى كان وصل لمرحلة كويسة، وكان تخطى هذه الفترة والكبوة. لأني أنت ممكن يصادفك سوء حظ يعني، لكن هنا مش سوء حظ، هنا سوء تشكيل وسوء إدارة، ونادي الزمالك ماشي في الطريق الخطأ بصراحة مع جوميز بهذه من بداية التشكيل. أنت بتتكلم عن كارثة، كارثة كارثة. حتى نادي الزمالك لو فاز كان برضه كارثة، لأنه أداؤه سيء. الأداء مش جيد، مش متوازن، اللعب غريب، شكل نادي الزمالك مختلف عن المباريات السابقة تماما. يعني ده عدم ثقة للمدرب في لعيبته، في اختياراته، واختياراته كلها كل اللعيبة دي اللي مختارها بدأ يرجع كل الكوارث اللي في نادي الزمالك اللي طلبنا ان الزمالك يتخلص منها. يعني واحد زي روجا قاعد لغاية دلوقتي، اللي انا مش عارف، محمود علاء قاعد لغاية دلوقتي، اوباما ده كارثة. يعني اوباما انا الناس عارفة انا ازاي يعني اعرف اللاعب المدمر اللي يدمرك في مباراة مهمة، ممكن تلاقيه في مباراة سهلة. وزي ما قلت لكم قبل كده النادي الأهلي بصراحة كمان ما استغلش نشوة الفوز، وصدم جماهيره بفضيحة، يعني 4 من هذا الفريق السيء طبعا. يعني أنا قلت لكم ده نتاج شكل نادي الأهلي المباراة السابقة مش عاجبني طبعا من حيث الشكل. فاز ماشي، أنا الكرة ممكن يعني بتخدمك، وأنا قلت لكم مباراة بلوزداد لعب الشوط الثاني كان بيلعب في 6 يارد ولا كرة، نادي بلوزداد ضيع أهداف وكان بيلعب النادي الأهلي في 18. لازم نعتمد في تقييمنا على الأداء مش على النتيجة. يعني أنا أعتمد على ده، أصلح الأداء، أعترف ممكن تخدمني وأقول أنا خدمني وأقول أنا أخطأت. يعني كان المفروض يبقى في وقفة بالنسبة للمباراة اللي فاتت. فزت بس انت كان شكلك سيء جدا، مفيش الكلام ده. فزت ونهيص وخلاص، والمدرب ممتاز وعالمي. والنادي الاهلي النهارده الكرة عاقبته عقاب شديد بسبب تهاونه في المباراة اللي فاتت، وعدم يعني البحث عن الأخطاء الرهيبة اللي كانت في المباراة السابقة. نتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي ونادي الزمالك فيما هو قادم.